ازيكم يا ارتويه؟ عاملين ايه؟ لو انتوا شفتوا اخر فيديو نزلته كان ارت هول، قلت لكم فيه انا هعمل ايه الفيديو ده. بس انا عارفه انتوا ما شفتوهوش، بس مسامحاكم. اوكي تمام. الفيديو بتاع النهارده ده هعمل فيه ريفيو عن هذا الشيء المثل امامكم، الستاند اللي هو بيشيل اللوح. تقولوا عليه مسند لوح، مش عارفه بتسموه ايه صراحه، بس يعني هو ده اللي هنعمل عنه ريفيو النهارده. انا جايبه النوع اللي هو بيكون معدن، وهو عاده بيكون فيه منه نوعين، نوع خشب ونوع معدن. المقارنه بينهم خسرانه شويه الصراحه. الموضوع ما ينفعش يتقارن، هو بس بيبقى حسب احتياجات كل شخص. يعني انا احتياجاتي خلتني اجيب المعدن، وممكن انتوا احتياجاتكم تجيبوا الخشب، بيبقى احسن ليكوا يعني. فخليني برضه اقول لكم كده سريعا ايه مميزات ده ومميزات ده، وكمان هقول لكم العيوب. يلا بينا نبدأ. اولا كده، الستاند الخشب اللي هو في الصورة ده بيكون خشب زان، معظم اللي موجود في السوق يعني، فبالتالي بيكون متين جدا. الكواليتي بتاعته بتبقى طبعا يعني تقيلة كخشب، فبيكون ثابت وبيكون بيستحمل اكتر الشغل، بيستحمل لوحات بوزن اعلى. فهو الصراحة مناسب للناس اللي هي ما بتتحركش كتير، عندهم مرسم او استوديو بيرسموا فيه فهيثبتوه في مكان، او عندهم مكان في البيت ثابت للرسم برضه هيحطوه فيه. فهو يستحمل فعلا مشاريع لو انتوا مثلا في كلية فنية، او عادة يعني مش بتتحركوا كتير. لكن لو انتوا اشخاص بتحبوا تلموا الستاند ده في حاجة معاكوا وتاخدوه في كل حتة، بتحبوا وانتم مسافرين ترسموا على البحر مثلا، تحبوا تروحوا ورشة رسم فتاخدوه معاكوا وهكذا، فهو الأحسن ليكوا يكون المعدن. أنا الصراحة اخترت المعدن لأن أنا معظم رسمي ديجيتال، نادرا لما برسم على لوح، فبالتالي أنا مش محتاجة يعني احتياج كل يوم، فاهمين؟ برسم عليه قليل قوي، وفي نفس الوقت انا بوظفه في اكتر من حاجه. يعني دلوقتي انا حاطه عليه الايباد اللي عليه السكريبت اللي بشوفه وحاطه عليه المايك، فانا عادي يعني بعرف اشغله في كام حاجه تانية. طيب تعالوا بقى ندخل على المميزات بتاعه الستاند ده. اول حاجه هو الباكج بتاعته يا جماعه، مش خطيره، هي قماش عادي جدا، وفيها سوسته كده وايد. يعني هي بصراحة ككواليتي عادية جدا. أنا عادة بحب الحاجات اللي أنا بقدر ألمها في حاجة وأحافظ عليها من التراب من أي حاجة، أو مثلا لو أنا في وقت ما مش محتاجة الستاند خالص فأقدر أشيله فيها ومش هياخد مساحة، وفي نفس الوقت هتبقى متحافظ عليه. فالصراحة هي مهمة جدا بالنسبة لي، وخليه بالنسبة لي عملي أكتر. تاني حاجة وهي إنه يا جماعة وزنه خفيف جدا جدا جدا. وانا كاسراء انا بحب كل حاجه في حياتي تكون وزنها خفيف. انا بقدرش اشيل حاجات تقيله الصراحه برضو، بس انا بحب الحاجات العمليه اللي اقدر يعني اشيلها براحتي، المها انا براحتي، محتاجش حد تاني يساعدني فيها. فالصراحه دي تاني ميزه بالنسبه لي. تالت ميزه اللي هي فعلا هو بيتلم في مكان صغير قوي، يعني زي ما انتم شايفين الباك مكان صغير تقدروا تلموه وتاخدوه معاكم في اي مكان تتحركوا عادي، مش هياخد مساحة في شنطتكم لو مسافرين، او على ايدكم حتى لو شلتوه على ظهركم خفيف. وكمان حتى في البيت لو انت خلاص مش محتاجه مش هياخد اي مساحة في البيت، فمش هيبقى حاجة كده كبيرة ومش عارف توديها فين، فاهميني؟ مش هيأثر على الشكل العام يعني. رابع حاجة هي انكم تقدروا تستخدموه كستاند على ترابيزة زي ما انا عاملة كده. حاجة ان انتوا برضو تستخدموه على الارض عادي، يعني هو بيتفرد زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى كبير وتقدروا تحطوا قدامه كرسي وتقعدوا ترسموا وتعملوا مود فني ولكن برضو تقدروا تستخدموه على ترابيزة لو بتحبوا اكتر ترسموا على ترابيزة. عكس الخشب بتضطري يا تجيبوا مسند للترابيزة او مسند للارض، يعني هو حاجة من الاتنين وما بتقدرش ان انت تستخدمه في الحاجتين، فاهميني؟ فده فيه فلكسبيليتي كده ان انتوا حسب مودكم عايزين ترسموا فين. سادس حاجة هو ان انت حتى لو في وقت ما بطلت تشتغل خالص على لوح وقررت ان انت تستخدمه كديكور، بدل ما تخرم الحيطة بتاعتك ممكن تحط لوحة انت راسمها عليه في اي كورنر في البيت، ويدي شكل ان هو ديكور حلو واللوحة هتبقى باينة ويعني تحفة. رابع حاجة ودي برضو مهمة قوي بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد تقريبا، سعره يا جماعة أنا جايباه ب 300 جنيه، وشفت فيديوهات لناس جايبينه من أول 150، وفي ناس بتجيب طبعا بأكتر من السعر اللي أنا قلته.
هو ليه اسعار كتير قوي في السوق حسب جودة المعدن اللي هو معمول منه، هو ماركة او لا. فاسعاره الصراحة ليها رينج كبير قوي ومناسبة لكل الناس. بالنسبة للمسند بقى اللي هو خشب، هو سعره بيبدأ من 1000 او اكتر كمان، لانه بيبقى مصنوع من خشب زان، والزان معروف ان هو غالي شوية او شويتين حاليا، فبالتالي في اختلاف في الاسعار كبير قوي. تعمل حاجة بقى هو ان انا يعني بستخدمه في حاجات كتير قوي. يعني انا بستخدمه دلوقتي زي هولدر وحط عليه الايباد، وممكن ارسم كمان عليه وهو محطوط كده، علق المايك عليه مثلا واصور فيديو زي ده. فانا الصراحه بعرف استخدمه في اكتر من حاجه يعني، فهو مفيد قوي بالنسبه لي، ودي كل مميزاته. ندخل بقى على العيوب. اول عيب فيه هو الصراحه مش عيب لكل الناس، بس هو ممكن يكون عيب ليك انت لو هتفرده على الارض، يعني على اطول حاجه. فبالتالي هو في ميكانيزم معين كده، لان هو حاجه زي قفل كده بلاستيك بيتفتح وبتشد الرجل تطول، لكن كل ما بتشدها تطول طبعا المعدن بيبقى اصغر فاصغر، فبالتالي مش بيبقى اثبت حاجه قوي، خصوصا لو حطيت عليه لوحه واللوحه دي وزنها تقيل شويه. فرضا لو انت حاولت تثبته كويس، فلو انت البيئه اللي بتشتغل فيها، يعني مثلا في حواليك اطفال بيلعبوا، هو ممكن بسهولة قوي يقع عادي. انا نفسي قطتي الصراحة وقعته مرتين، بس عشان برضو ابقى موريكوا الصورة كاملة، هي متشردة شوية واسمها شكري. ف فيعني بحاول اوصل لكم الصورة يعني، بس هي كانت بتلعب شوية كده فوقعت. فطبعا انا عارفة حوادث التوقيع دي، خصوصا لو انت بترسم على لوحة واللوحة دي لسه الالوان ما نشفتش والستاند وقع، فدي كارثة يعني بالنسبة لنا. تاني حاجة هو مقاس التوال اللي هتقدروا ترسموا عليه. هو اخره بيشيل توال طوله 80 سنتي، فلو هو اطول من كده مش هيبقى مفيد ليكوا خالص. واعتقد برضو كعرض يعني مش هيشيل اكتر من مثلا 60-70 سنتي، لان اكتر من كده التوال هيبقى وزنه كبير عليه، وبالتالي زي ما قلت لكم كل ما التوال يبقى وزنه تقيل او اللوحة وزنها تقيل، كل ما هو هيبقى ثباته قليل شوية. اشخاص عامة بتستخدم لوحات كبيرة قوي وتقيلة قوي، ما رشح لكوش الستاند ده. ارشح طبعا حاجه تكون خشب وخشب زان وتقيل، عشان يكون ثابت معاكو وافضل ليكوا. بقى اوفرول كده، هل ارشحه عامه ان انتوا تجيبوه ولا لا؟ انا الصراحه تقييمي ليه 8/10، لانه بالنسبه لي زي ما قلت لكم عمل كل الحاجات اللي انا كنت محتاجه اجيبه عشانها. فالصراحه هو كويس قوي بالنسبه لي. ليه 8؟ عشان العيبين اللي انا قلت لكم عليهم دول. والسؤال المشهور، نشتريه منين؟ صراحة شارياه من اكتر من سنة ونص، يمكن اكتر كمان، من على امازون. بس يعني بما انه الفترة دي مش هنقدر قوي نشتري من هناك، فاقدر ان انا اقول لكم ان هو موجود على اي مكان بجد، او اي مكتبة هتدخلوها، خصوصا المكاتب الكبيرة. طبعا كل المكتبة كانت كبيرة قوي ومشهورة قوي بدون ذكر اسماء، فهتلاقوه اغلى فيها، لان هما بيبقى عندهم ماركات منه. لكن اللي انا جايباه ده الصراحة مجهول الهوية، هو جالي من غير اي اسم براند او اي حاجة. بس يعني هتلاقوه موجود في كل المكاتب دي. عايزينه بسعر احسن شوية، ممكن تشوفوه المكاتب اللي حوالين الكليات الفنية زي فنون جميلة مثلا، او المكاتب اللي موجودة في الفجالة برضو هيبقى سعره كويس هناك. لو مش حابين تنزلوا اصلا، فهتفتحوا جوجل وهتكتبوا اسمه عليه وهتشوفوا اقرب موقع يقدر يوصل لكم منه. ويعني حاسه ان انا حماده هلال قوي بقول حاجات بديهيه، بس يعني هتقدروا تعملوا كده وهتلاقوه موجود في كل حته يعني. بس دي نهايه الفيديو. لو انتم مش عاملين سبسكرايب، فيعني مش عارفه مستنيين ايه الصراحه، مش عارفه. بس لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب، اكتبوا لي كومنت، قولوا لي اعمل ريفيو عن ايه تاني، اجيب ايه تاني نشتريه ونتكلم عنه. ما تنسوش تشوفوا الفيديو الاخير اللي هو الارت هول. وبس كده، باي باي.